اليوم باش نعطيكم المقادير والطريقه باش تجيكم ناجحه 100%، كميه كبيره والبنه مضمونه. خديت 400 غرام فرينه، 100 غرام سميد دارت، مغرفه صغيره ملح، زيت زيتونه 3 مغارف وعظمه، باكو خميره، مغرفه كبيره سكر. وباش نلم العجينه نتاعي بالماء الدافي. العجينه نتاعنا تكون متماسكه وطريه وما هيش يابسه. نعجنها مده 10 دقائق ونحطها في الصحفه اللي خلطنا فيها شويه زيت باش ما تلصقش، نغطيها ونخليها ترتاح ساعه من الزمان. من بعد ما تضاعف الحجم نتاع العجينه باش نحلها بالقلقال، ما نحلوهاش جويده ياسر وماهيش خشينه برشا. بالكيس باش نشكل كعبات الفريكاسي وباش نجبدها من الجناب شوي، نخليها ترتاح نصيف ساعه. ومن بعد باش نطيبها في زيت سخون على نار متوسطه حتى تحمر وتطيب لنا بالباهي. بالنسبه للحشوه نتاع الفريكاسي كل واحد يحط الحشو اللي يحبوه. هنا خديت هريسه خففتها بالماء وزيت زيتونه ورشه ملح، وحطيت البطاطا مسموطه وباش نحط نص عظمه ونحط التن، وفي الاخر رشه معدنوس وصحه وبالشفاء.